السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، فين الأستاذ أبو غردان؟ أني هو الأستاذ أبو غردان للتسويق العقاري، اتفضل. ربنا يكرمك. معلش بس ممكن سؤال؟ إيه أنت تسأل اللي أنت عاوزه يا هندسي، إحنا تحت أمرك. ليه مسمي المكتب بتاعك أبو غردان؟ مش فاهم. ياه، أخيرا لقيت واحد لماح وفطن. شوقتني. ده موضوع كبير وليه أبعاد وحيثية عميقة. طب ما تقول. ده لقب اداهولي الناس نظرا اني بساعد صديقي الفلاح في بيع وشراء العقارات. بس كده؟ هو ده بقى الموضوع؟ ايوه ده انت راجل تافه. طب نخش في الموضوع. اتفضل يا هندسي، انت تؤمر. كنت بدور على شقة كده ايجار تكون كويسة، ممكن تقولي معاك ايه وبكام؟ طب ما تقولي انت من انهي مكان؟ دي من ارض الله، هتفرق يعني؟ ايوه لازم اعرف انت منين. أمال أنا من الجيزة، بس جيت هنا بدور على سكن. فيها مشكلة؟ طب ما نعلت ما. معلش بس هو أنا لازم أكون قريب حد عشان أسكن هنا؟ ما تهدى بس يا باشمهندس. طب شغال هتفرق معاك في إيه؟ شغال ولا مش شغال؟ ليك إيجار وخلاص. ده أنت ناقص تقولي بتقبض كام. أنت عرفت منين؟ ده كان السؤال اللي جاي. طب أنت متجوز ولا لأ؟ أيوة يا عم متهبب. ومعاك أطفال؟ أيوة عندي أطفال. هتفرق معاك؟ كم طيف؟ هتفرق في إيه؟ أيوة هتفرق، عشان الشقق ما ينفعش يسكن فيه أكتر من 4، عشان الأحمال، والشقة ما تتهلكش وتفضل برونقها. يا عم هو أنا بأجر بنطلون؟ دي شقة. خلاص يا هندسي، أنت متعصب ليه؟ يا عم أبو وردان، أنت بتسأل أسئلة غريبة ولحد دلوقتي معرفش انت معاك حاجة تناسبني ولا لأ. يعني كلمني في تفاصيل الشقق الأول، نبقى نشوف موضوع الأسئلة دي بعدين. يا هندسي انت هتاخد شقة من عندي، لازم أعرف كل حاجة عنك. دي يا إردان بيه، أنا هاخد شقة منك، مش جاي أخطب بنتك. عموما أنا هنزلوبه على السيستم وخلينا نشوف. معلش هتنزلوبه إيه؟ مش فاهم. ايه هنزلوكوا البيانات بتاعتك على السيستم، وبعدها واحد هيسأل عنك في المكان وهنبقى نرد عليه. سؤال بس معلش، هو انا اصلا عرفت ايه الشقق اللي معاك؟ ولا عجبني حاجة عشان ترد عليا؟ وبعدين هتسأل عليا ليه؟ يا عم انا والله جاي اسكن، مش جاي اتجوز بنتك. بقولك ايه، انا مش عايز حاجة من وشك. يلا من غير سلام. يا حول الله يا رب، زبون حشري ورغان. هلا ابو قردان قال ده انت راجل متعب. يلا هو الخسران.